بصوا بقى، من غير منافس ومش غرور يا بنات، والله احلى واحدة ممكن تعمل حمام محشي بالرز، العبدة لله مسك. بعمله بطريقة يا بنات خطيرة، والله لو كلتيه من ايدي ما هتندمي ابدا، مش هتنسي طعمه. ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا نسموا الله ونصلي على رسولنا ونشوفوا هنعمله ايه في المطبخ يا بنات. معايا بقى البصلاية بتاعتي يا بنات، هبشرها. لازم تكون ناعمة عشان تسحبي المية بتاعت البصلاية، لو عملتيها خشنة مش هتنزل المية بتاعت البصلاية. بشرنا البصلاية بتاعتنا يا بنات، تمام كده. هتحط عليها شوية فلفل وشوية ملح، ده ملح على فلفل على بهارات يا بنات، وهزود كمان شوية فلفل، تمام كده. ادعكي بقى البصلايه لحد ما تنزل الميه بالطريقه اللي انت شايفاها ديت. وامسكي بقى الحمامه بتاعتك اللي انت غسلاها ومخليها قشطه بيضه وحطاها في المصفى الصفة، تمام كده. هورق بقى الحمام يا بنات واشيل الجزء اللي ورا ده. هتورقي الحمام ازاي يا مسك؟ يعني بتشيلي الجلد بتاع الصدر عن بعضه لحد ما توصلي للزور فوق، تمام. طبعا انت غسلاه ومخليه قشطه بيضه، المحلول بتاعنا ليمون وملح ودقيق، وبتنقعيه شويه فيه، وبعد كده بتغسلي الحمام بتاعك وبتسيبيه يتصفى. طبعا احنا كلنا عارفين الروتين بتاع تنظيف الطيور ده، تمام كده تمام. خلاص كده بقى دعكنا كويس من جوه ومن بره بالبصل والفلفل والملح يا بنات، وهسيبه بقى شويه كده مع نفسه. واحط عليه الكبد والقوانص، لان انا مش بحشي الحمام بالكبد والقوانص يا بنات. زودت له شويه ملح من فوق كمان. يلا بينا على البوتاجاز بقى يا بنات. هحط الصينيه بتاعتي. بصوا بقى يا بنات، كل اتنين يعني حمامتين بياخدوا كوبايه رز بالكوبايه المج العادي اللي في كل بيت ديت. انا كمسك انا هشوح كيلو رز كامل. هتشوحي كيلو رز ليه يا مسك مش كتير؟ هقولك عشان خاطر انا بحب الرز بتاع الحمام ده بنحطه وناكله منه، تمام كده تمام. انا حطيت سمنه، معلقه سمنه بلدي كبيره، على شويه زيت. وطبعا انا غاسله الكيلو رز بتاعي وسايباه يتصفى في المصفى. اهم حاجه بقى في المرحله دي يا بنات ان انت تخلي الزيت بتاعك سخن، تمام، لازم يكون سخن. حطيته بقى معلقه سكر كامله. ايه لازمه المعلقه السكر دي يا مسك؟ بتخلي الرز طعمه مسكر، بتخلي الحمامه مسكره، تاكلي ما تشبعيش منها. جربوا الطريقه دي هتعجبكم باذن الرحمن. انا ما بعملش حاجه يا بنات بطلعها لكم على على الصفحه بتاعتي على القناه الا لما اكون مجرباها ومتاكده ان هي هتعجب حضراتكم، تمام كده تمام. مسكت بقى يا بنات معلقه السكر، كرملتها بالطريقه اللي شايفينها دي، ورك ما احس ان هي تاخد اللون الذهبي هنزل بالرز على طول اتشه عليه زي ما انتم شايفين كده. طشيت الرز وهبدا بقى اشوح فيه. لازم لازم تشوحي الرز ده، بيخلي الرز مفرفر، عمره ما بيعجون منك. مستحيل تعملي الطريقه دي وتلاقي الرز جوه الحماميه معجون، مستحيل. عقبال ما الرز بتاعي يتشوح هحضر معاكم البهارات. معايا معلقه شاي يا بنات، كله معلقه شاي، معلقه شاي بهارات 7، معلقه شاي قرفه، معلقه شاي تكون هرميه بابريكا، معايا معلقه شاي فلفل اسود، ومعايا رشه جوز الطيب، مش كتير يا بنات عشان هي الكتير بتاعها مش مستحب، رشه كده. تعالي نرجع للرز تاني. الرز بتاعي بيتشوح، محضره له بقى بصلتين كبار ضربهم في الكبه. ابدا بقى رك ما احس ان الرز بتاعي بدا ياخد لون اصفر خفيف كده يا بنات، هبدا انزل بالبصلايه بتاعتي هشوح. ايدك في الرز ما تسيبهوش، اوعك تروحي تعملي اي حاجه وتسيبي الرز كده. لازم تشوحي لان المرحله دي بتبقى الصينيه سخنه جدا، ولو ما كانتش ايدك في الرز هتلاقي الموضوع بقى مش حلو معاكي وانحرق. خلاص كده انا حسيت ان الدنيا تمام، وهبدا انزل بالبهارات بتاعتي. انا زودت مكعبين مرق الدجاج، لو مش حباها مفيش اي مشكله، ممكن تزودي الرز ده شوربه لو عندك. شوحي بقى يا بنات البصلايه بشويه البهارات بشويه الرز كده لحد ما تلاقي البهارات بتاعتك ريحه العطريه بدات تظهر كده، تمام تمام.
حسيت ان اللون يعني فاتح سيكه، هحط له معلقه بابريكا كمان. انا بحب البابريكا يا بنات في رز الحمام، جربوها مش هتندموا، مع القرفه بقى بتخليه ريحته خطير. هفضل بقى اشوح شويه. بصوا بقى يا بنات، ما شاء الله تبارك الرحمن، اللون بقى تحفه جدا. انا بعمل الحركه دي يا بنات عشان حسيت ان في رز مكلكع كده، بفككه من بعضه. عايزاكي يا ست البنات لو انت واقفه عند الجزء ده يا ريت تحطي لايك من ايديك الحلو. اما انت لو لسه مشتركه، لسه شايفه قناه مسك جديد، يا ريت تعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس وتصلي على رسولك الكريم. حطيت بقى يا بنات يعني كميه الرز بتاعتي، حطيت الميه بتاعتها المعتاده، حطيت نصها. يعني انت مثلا بتحطي ميه مثلا كوبايتين ميه، لا هتحطي كوبايه ميه. تمام كده تمام، لان انا مش عايزه الرز يستوي، انا عايزاه بس كده يبقى نص سوا. تمام كده. هسيبه بقى شويه كده، وتعالوا شوفوا بعد ما ايه، ما استوى يا بنات. مش استوى، نص سوا. ما شاء الله اللون بتاعه اتظبط، اللون رز الحمام اللي احنا عارفينه كلنا، من غير بقى ما تحرقي البصلايه وتقعدي تحمري فيها، لان كل ما تحمري البصلايه كل ما تبقى حاميه زياده عن اللازم. خلاص كده هسيب الرز بتاعي يبرد، وتعالوا نحضره بقى الشوربه بتاعه الحمام. هنحط ميه طبعا. دي يا بنات الكبه بتاعتي كان فيها بصل، فمصمصتها كده وحطيتها في الحله بتاعتي. حطيت كده الميه بتاعتي. هنحط بقى البوكيه الجرنيه اللي انتوا عارفينه يا بنات، اللي هو ما بغيرهوش خالص في اي شوربه. بحط شويه مستكه، شويه مستكه يعني ايه، 3 فصوص مستكه مش اكتر من كده. هحط كده 4 فصوص حبهان او 5 فصوص على حسب رغبتكم، انا بحب الحبهان. وكام ورقه لوري. تمام كده. هنحط مكعب ماجي يا بنات كمان. هنحط بصلايه، طماطمايه، هنحط قرن شطه، هنحط جزرايه. ده البوكيه الجرنيه اللي انا بعمله لشوربه الفراخ والبط والحمام واللحم. دي معتاده عندي يا بنات. يلا بقى هتغطي الحله دي وتسيبيها تغلي، وتعالوا بقى نحشو الحمام مع بعض. طبعا انا برضو انا قلت استنى شويه، لان يعني رز الحمام كان سخن جدا، وهو مازال سخن على فكره. بس ولادي كانوا جعانين بصراحه، وكنت متاخره، دايما بتاخر في الاكل، فكنت متأخرة جدا. فقلت يا بنتي ايه، استغل الفرصة وسيبي الحمام يعني سيبي الرز بتاع الحمام يبرد عقبال ما تحضري الشوربة بتاعته، عشان تقومي تسقطي الحمام على طول وايه اللهم صل على النبي وتسلقيه. بصوا بقى يا بنات، انا حطيت الرز بتاع الحمام بحشيه من جوه، بس مش بمليها جامد، بسيبها كده ايه مرخرخ. وطبعا احنا فاصلين الجلد عن الصدر، هتبدأي تحشي من فوق كده بالطريقة اللي شايفينها دي. بصوا يا بنات، انا اكلت الحمد لله، اكلت حمام في كل حته، في اي مطعم كنا بنطلبه حمام. بس والله العظيم ارجع الف واروح واجي واقول يمكن بره يكون احلى من عندي. والله احلى حمام ممكن تاكليه هو اللي بتعمليه في البيت، ضامنه نظافته، ضامنه جودته. دي اول حاجه. ودي تاني حاجه، الطعم. انتي بتحطي لمساتك كده فيه، بتخليه طعمه حلو، حبك بيتحط فيه. لكن بره شيفات، الرجاله عمرها ما، مع احترامي مع كل الشيفات، الرجاله مهما يروحوا ومهما يجوا مش هيبقى نفسهم زي نفس الستات في البيوت. طبعا احنا كلنا متفقين في كده، مفيش احلى من، هتروحي تاكلي يمين وشمال هتلاقي في الاخر اكل امك هو اللي بيكسب في الاخر. بصوا بقى يا بنات، طبعا انا مش بحشي الحمام بتاعي بالكبد والقوانص، ما مش بحبها لان هي بتزفر لي الرز. تمام. انا بحشي الحمام بالطريقه اللي شايفينها دي، وبحط القناصه في الاخر ايه تسد الايه الفتحه دي. وطبعا انتوا عارفين التكتيفه بتاعت الحمام. اهم حاجه بقى ان انت ما تمليش الحمام قوي، ما تملوش قوي، عشان بحيث ان الرز لسه ما استواش هيبدا يزيد معاكي، فتلاقي العمليه تفرقع منك. لو حطيتي زياده عن اللازم هتلاقي بقى الايه الرز زاد، هتلاقي الحته دي فرقعت منك، اللي احنا بنحبوها، اللي هو اللي عامله زي حته البومباره ديت في الاخر. فنصيحه مني ليكي، ما تحشيش الحمام زياده عن اللازم، خليه كده ايه مرخرخ، ما تخلوش مليان قوي. تمام. عايزه تكسبي الحمام اعمليه كده. انا يا بنات، ما انا على فكره عمري ما اكلت اي حمام باي يعني، اكلت قبل كده حمام بالرز والجمبري. تمام.
كان حلو بس ما كانش حلو زي الرز اللي هو المعروف، الطريقه المعروفه. عمري ما اكلت حمام بالفريك ده، مستحيل، عمري ولا جربته. ليه؟ لان انا اهل بيتي بيحبوا الرز، يبقى انا هعمل رز، هعمل فريك لمين؟ انا عايزه اجربه، مش هكدب عليكم، بس ممكن اجربه في يوم، اعمل مثلا واحده ليا مثلا بالفريك، ممكن نجربه مع بعض. بس بصراحه هو الرز معروف، الرز معروف خطير. بصوا برضو انا بحشي، بصوا مش بحشيها قوي، بخليها مرخرخه كده يا بنات، بحيث ان هي تدخل في الشوربه ما تتفرقعش مني. لان انا بصراحه لما بطلع حمامه مفرقعه والله العظيم بزعل، لان معروف الحمامه طالما طلعت مفرقعه يبقى في حاجه مش مظبوطه فيكي، لازم تطلعي الحمام كله زي الفل. بصوا انا حسيت ان الحته دي مليانه قوي، تمام، هبدا اظبطها وهجيب القناصه بتاعتي، اروح سدها بالحته ديت، ومدخله الرجول مكتفه الحمام. معلش الحمامه دي كانت رجلها طويله شويه وكانت رخمه قوي وانا بكتف. اه وبعدي انا على فكره مش بخرم من الناحيه التانية كمان، انا بعمل حته واحده بس بكتفها، والناحيه التانية بروح مدخلاها عكسها. تمام، بحاول بقى اسوي كده واخلي الرز كده ما يكونش مكلكع ومتسوي كده، بصوا بالطريقه اللي شايفينها دي زي الفل. يلا بقى تعالوا نشوفوا بعد ما خلصنا الحمام يا بنات فضل معانا رز قد ايه. بصوا فضل قد ايه، دول بقى اللي انا هدخل بقى هحط لهم بقى شقشاق ميه بسيط واولع عليهم واسويهم تاني اهم. تمام كده. تعالوا بقى ايه، شوفوا بقى الحمام بعد ما ايه حشيناه، ما شاء الله تبارك الرحمن، هم 8 تجواز حمام، 8 حمامات، مش 8 تجواز، هم 4 تجواز. طبعا الشوربه بتاعتي عقبال ما انا خلصت كانت هي غلت، انا عايزه اوصل للمرحله دي. هتحطي الحمام على ظهره، تمام تمام، اهو رصاه كله على ظهره، نيميه كده وريحيه في الحله عشان ياخد ويدي كده بشكل ودي. ايوه كده. خلاص كده حطينا الحمام كله، بقى هننزله الكبد اللي فضلت والبصل والملح والفلفل اللي احنا كنا حاطينه في الصينيه المبشور ده، حطيه في الشوربه ما ترميهوش، اوعك ترميه. يلا بقى حطيه بقى وخليه يستوي. والله يا بنات بصراحه انا قلت يا بنتي يا مسك الشوربه بتاعه الحمام طلعت زي السكر. ما تقومي تعملي لك شويه ملوخيه، بعت ابني على السريع جاب ملوخيه جاهزه من بره، اللي هي المعلقه، اللي هي اسمها بيقولوا على المتخزنه دي في الفريزر يا بنات. وهبدأ بقى احط شوربة الحمام بس اصفيها عشان بيبقى فيها رز اكيد. تمام كده تمام، صفيها بالطريقة اللي شايفينها دي. احلى ملوخية ممكن تاكليها بصراحة، عجبتني هي ملوخية بسمة، حلوة بصراحة، تلاقيها خضرة كده وحلوة، ما بتبقاش بتدي اللون الاصفر بصراحة. بس هقول لكم كانت عايزة شوية ملوخية متخرطين كده، ما اقولكيش احلى ملوخية تاكليها في حياتك هي الملوخية الفريش المتخرطة بالمخرطة. بصوا انا حطيت الشوربه هتغلي، طبعا الملوخيه متلجه وحالتها حاله، هنزلها في الشوربه عبال بقى ايه ما تاخد حراره الشوربه كده، هتكون ايه بدات تفك معايا. ما انا بقول لكم كان لسه جايبها والله الدقيقه دي، هي هفت عليا طلبت في دماغي، قلت له لا اطلع يا محمد اجري بسرعه هات لنا ايه كيس ملوخيه نزوده الطبق، يعني نزوده كده طبق كمان جنب الاكل. خلاص كده ملوخيتي بدات تفك يا بنات، هحط لها بقى إيه نص معلقه شطه كده، انا بحبها حراقه، وهحط لها بقى نص معلقه سكر، تمام، ايوه كان نص معلقه سكر كمان. وهبدا بقى كده اقلب، هي ما كانتش محتاجه اي حاجه غير كده، كده كانت طعمها زي السكر مع انها هي مفرزه، بس كانت حلوه والله صراحه. عايزاكي بقى يا ست البنات صلي على رسولك الكريم واكتبي لي كومنت حلو تشجعيني فيه. بصوا لازم بقى ايدك في الملوخيه كده، بصي احتاجت ملح بسيط خالص، يعني شويه ملح مبهر من اللي عندي ده بسيط خالص. بصوا يا بنات هي ايه لازم ايديكي في الملوخيه وترفعيها وتنزليها كده عشان ما تسقطش منك تحت. تعالوا بقى نعمله التقليه بتاعتي. ربنا يسعدها بقى نادين بنتي كانت عملت لي التوم قشرته لي بسرعه ودقيناه وحطيناه في الايه في الطبق وحطيناه حته سمنه بلدي. هبدا اشوح كده ايدي في الملوخيه وايد في التقليه، لان انا بصراحه العيال كانوا واقعين من الجوع وانا بصراحه لان اخرى كنت واقعه من الجوع. ايد في الملوخيه وايد في التقليه، ايد في الملوخيه وايد في التقليه. هحط لها بقى معلقه كزبره كبيره كده،
ركي ما حسيت بقى ان التوم خلاص هيصفر. تمام. ايوه كده. ايد في الملوخيه وايد في التقليه يا بنات، ركزوا في المعلومه دي. خلاص كده يا بنات التقليه بتاعتي احمرت عسل كده. خلي بالك التوم ما تتحرقش منك، لو انحرق منك هيخلي طعم الملوخيه ممرر. تعالوا بقى ننزلوا بالطش، الصلاه على النبي. يلا بقى حطي كبشه كمان كده ونزلي كل اللي في الطبق عسل كده. ملوخيتك جهزت يا ست البنات. أكلة سريعة لذيذة، إن اتأخرت فيها بس لو كنت عملتها من بدري كانت في دقايق في دقايق كانت خلصت. بس هقول لكم على حاجة، تعالوا نشوفوا الحمام واحنا بنطلعه. هقول لكم على حاجة. الحمام كده استوى، هبدأ أطلعه كده وبالراحة، وانت بتطلعيه راكي ما يستوي تروحي طافية الشوربة وتبدأي تطلعيه في مصفى، طبق تحتيه مصفى، وتبدأي تطلعي حمام. احلى حاجه ممكن تعمليها انت بتتاخري على اولادك في الاكل، مش هقولك لا، بس الولاد بيبقوا ميتين من الجوع، يقعدوا بقى بالف هنا وشفا ياكلوا. لكن بقى يكون مثلا ما بدري عامله الاكل بدري، يلا يا فلان يلا يا محمد تعالى كل، ماليش نفس، يلا يا نادين لا ماليش نفس، يقعدوا يحيروني بس كده لما يكونوا جعانين كده يقعدوا ياكلوا بصوا بالف هنا وشفا. خلاص حمامنا سيبناه برد زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، ومستوي زي الفل. اهم حاجه تعملي تست الجناح، لقيتي الجناح بتاع الحمام استوى تروحي مطلعاه على طول، ما تسووش اكتر من كده. معايا بقى الطاسه بتاعتي بتاعت التحمير دي معروفه وانتوا عارفينها وحفظتوها، هقول لكم على طول في الفيديوهات. إيه شويه زيت عادي من غير سمنه خالص، شويه زيت عادي خالص، ودومك كان شويه زيت بتوع قلي بطاطس على فكره، كنا قاليين فيهم بطاطس فهرميهم، لا طبعا هحمر فيهم الحمام سخن، رحت حاطه فيه الحمام. ولا واحد بقى يقول لي عصيه قشطه ولا احط له حته سمنه بلدي، لا، هي اهم حاجه تكوني خادمه الحمامه كويس، وهتتحمر زيها زي اي فرخه بتحمريها او بطه، واللون هيطلع احمر وهيطلع احلى من لون المطاعم كمان. فكك من الافتكاسات اللي بتتعمل دي، قشطه ومش قشطه ماشي مفيش مشكله، حطي قشطه عادي بس هيبقى دسم وحامي قوي. هو الحمام معروف بيبقى حامي اساسا يا بنات، بيبقى تقيل، يعني انت لما تاكليه بتاكليه بس لو مثلا واحده تعبانه مثلا ولا كده بيبقى تقيل، هتحط عليه قشطه هيبقى اتقل. هتحمريه بسمنه فلاحي هيبقى ريحته حلوه وطعمه احلى، بس هيبقى تقيل. خلينا في الزيت الخفيف. حمرناه وبقينا بنقلبوه يمين وشمال، واي حته مش متحمره بحاول احمرها على قد ما، يعني الرجل بتاعت الحمام دي ما كانتش حته الرجل اللي عند الرجل دي ما اتحمرتش مني، حاولت على قد ما اقدر اقرص عليها في التحمير عشان تطلع كل الحماميه لون واحد. اهو بصوا كده قمر عسل. ايدك بس فيه، يعني ما تحطوش وتسيبيه وتمشي، لا لا لا، الحمام مش بياخد وقت خالص في التحمير، ايدك فيه وما تسيبوش. حضرت شويه الرز بتوعي وعملت كده حته طماطمايه كده لفتها على شكل ورده تدي منظر في الطبق، لان بصراحه هو في ملوخيه يعني في خضار اهوت. تمام، محدش يقول انت ما عملتيش السلطه ليه، مش بنحب السلطه ملناش فيها قوي يعني. بصوا بقى انا هنزل بقى كده في حاجات معينه تحب السلطه، في حاجات معينه ما بتحبش السلطه. انا حمرت على قد ما احنا هناكله تمام، وفي لسه ما شاء الله في الحله، بس يعني كل ما حد هيعوز هحمره سخن. طبعا انا نفسي افتح لكم حمامية، بس قسما بالله مولع نار مش قادره امسكه، بس هحاول على قد ما اقدر افتح لكم حمامه النهارده. بصوا صراحه الطبق شكله خطير، شكله كاني جايباه من بره بالصلاه على النبي. بصوا على الجمال يا بنات، حاجه كده فاخر من الاخر. تعالوا بقى شوفوا الصينيه بتاعت اكلين، طبعا ما شاء الله ربنا يخلي لي ولادي ويحميهم ويحفظهم يا رب من كل شر. اللي الصينيه دي اللي بناكله عليها في الارض، احنا بناكله بنحب ناكله في الارض، مش عندنا سفره على فكره. تعالوا بقى شوفوا ندى ما شاء الله، قلت لها ندى تعالي اقطعي لي حماميه، قالت لي ماشي يا ماما. بنات الرز مش معجون، بصوا مش معجون خالص. تعالوا بقى نقطع حته من الصدر كده، الصلاه على النبي الصلاه على النبي، حاجه كده فاخر من الاخر يا بنات عسل. تعالوا بقى قطعوا الحته اللي عامله زي البومبرايه ديت اللي هي بوز الحماميه دي بقى على معلقه ملوخيه، بس استنوا ما تبرد لان الاكل كان سخن جدا. معلقه ملوخيه كده وتروحي واكله بقى وقطمه في قلبك. يلا بقى اسيبكم في رعايه الله، مع السلامه.